السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا سيلا صالح. لو اول مرة تشوفي قناتي، تعالوا النهاردة نقول وداعا لفشل العيش الفينو. هنعمل العيش الفينو والعيش الكايزر بأسهل طريقة. عيش اقتصادي جدا، مش هنستخدم له غير دقيق ومية بس. مش هنحتاج لأي إضافات تانية علشان يطلع بالجمال ده. مش هقولك زي اللي بنشتريه من الأفران، علشان هو أحلى من اللي بنشتريه من الأفران بكتير. عيش قطني وهش وسفنجي جدا. تقدري تعملي منه كمية كبيرة وتحتفظي بيها في الفريزر، تقعد معاكي لمدة شهر وأكتر كمان. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس بفكرك اعملي لي لايك وشير كتير للفيديو علشان غيرك يستفيد، وكمان اشتراك في القناة، وفعلوا جرس الإشعارات واختاروا كلمة الكل علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو بنزله. وما تنسوش تسوي لي تعليق حلو وتقولي لي ايه رأيك في الفيديو بتاع النهاردة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حلة العجان هنبدأ ننزل بكوبايتين من المية الدافية. كوبايتين من المية الدافية، هتستخدمي الكوب المعياري أو مج الشاي العادي. أنا النهاردة هستخدم العجان، تقدري تعجني بإيديكي، الموضوع سهل جدا. نزلنا بكوبايتين من المية الدافية، نزلت عليهم بربع كوباية من الزيت بمعدل 4 معالق كبار من الزيت، ونزلت كمان ب4 معالق كبار من السكر، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الخل الأبيض. هبدأ أقلب بقى كل المكونات كده مع بعضها علشان الخميرة تدوب مع السكر وبقية المكونات في المية. تمام. هننزل بقى عليهم بكوبايتين من الدقيق. انا مستخدمه النهارده دقيق متعدد الاستخدامات. لو ما انتش ضامنه المكان اللي هتجيبي منه الدقيق، يبقى يفضل تستخدمي دقيق مخصص للمخبوزات. تمام كده. هبدأ اقلب بقى كوبايتين الدقيق مع بقية المكونات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي بتكون الخطوة الاولى. عايزة اقولك دي بتكون اساس نجاح العيش الفينو. احنا كده بنعمل محسن طبيعي زي اللي بيستخدموه في الافران بالظبط. هبدأ بقى اغطي كده عليه وهسيبها في مكان دافي او على رخامة المطبخ كده لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الخميرة كده اشتغلت مع الدقيق، ويعني زي ما بتقولوا كده بنربي الخميرة. تمام. هبدأ انزل بقى ببقية كيلو الدقيق. كيلو الدقيق فيه 8 كوبايات، اخدنا منهم كوبايتين في الاول. هنبدأ هنا نضيف 6 كوبايات من الدقيق، طبعا الدقيق منخول الاول. هضيف بقى عليهم كمان كوباية من المية، وهنبدأ نشغل العجان. وهنا بقى هنشوف العجينة هتحتاج مية قد ايه وهقول لكم. نسيت اقول لكم ان انا نزلت بمعلقة صغيرة من الملح. تمام. دي ما تصورتش، معلقة صغيرة من الملح نزلت بيها على الدقيق قبل ما اشغل العجان. شغلنا بقى العجان كده على اول سرعة الاول، وبعد كده ببدأ اعلي السرعة. بعد كده اول 5 دقايق من العجن بنزل بمعلقة كبيرة من السمنة. تمام. وبرجع اشغل العجان كمان 5 دقايق. مدة العجن كلها في العجان كانت 10 دقايق. بخلص بقى بالشكل ده، وزي ما شفتوا العجينة طرية جدا. غطيت العجينة وسبتها ساعة الا ربع لحد ما اتخمرت بالشكل اللي انت شايفاه. طبعا مش هسيبها لحد ما تملى حلة العجان. حلة العجان ما شاء الله كبيرة جدا، فاكيد مش هسيبها لحد ما تملى حلة العجان. كده حجم العجينة اتضاعف مرتين. هبدأ اخدها بقى على رش الدقيق كده على الرخامة، وهبدأ الم في العجينة لحد ما احس ان التلزيقة اللي فيها دي بدأت تخف شوية. طبعا العجينة طرية جدا زي ما انت شايفة، وده برضو سر من اسرار نجاح العيش الفينو. كل العجينة بقت طرية وفيها التلزيقة اللي انت شايفاها دي، اعرفي ان العيش الفينو هيطلع معاكي قطني وهش جدا. هنا بقى خرجت كل التخمير اللي موجود في العجينة برشة الدقيق ولميتها كده على بعضها زي ما انتوا شايفين بالظبط. تعالوا بقى نقسم العجينة على 4 تربع. وبعد ما نقسمها على 4 تربع هنبدأ نقطعها. أنا قطعت كيلو الدقيق على 35 قطعة. حجم الرغيف كان متوسط، يعني مش كبير ومش صغير، حجم الرغيف كان متوسط. هبدأ اخد بقى كل ربع كده من العجينة، وهنبدأ نلفه كده على شكل رول، وهبدأ اقطعه بالتقريب. لو عندك بقى ميزان يبقى هتقطعي وزن القطعة 50 جرام. انا هنا قطعتها بالنظر كده. وهبدأ بقى جبت صينية رشيت عليها رشة من الدقيق ونقطة زيت على ايديا علشان برضو لسه العجينة بتلزق. وهبدأ بقى
اخد قطعة قطعة كده والفها على شكل كورة، ونبدأ نرص على الصينية اللي مرشوش عليها رشة الدقيق. موضوع سهل، وزي ما انتوا شايفين العجينة تحفة بجد. نسيت بقى اقول لكم ان مقدار المية كله كان 3 كوبايات وربع. استخدمنا كوبايتين مية في الاول، ورجعنا ضفنا كوباية مية على بقية الدقيق، وانا زودت ربع كوباية من المية. حسيت ان العجينة يعني لسه محتاجة مية، زودت ربع كوباية من المية. يبقى مقدار المية كله 3 كوبايات وربع. هنا بعد ما قطعت العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ اغطيها كده باكياس، وسبتها بس 5 دقايق العجينة ترتاح عشان تبقى سهلة معايا في الفرد. تعالوا بقى جبنا صاج، مسحته كده بمسحة خفيفة من الزيت، وهبدأ اخد قطعة قطعة، وهبدأ افردها بالفرادة بالشكل الجميل ده، ونبدأ نلفها رول. طبعا اللفة دي هي اللي بتخلي العيش هش كده ومورق من جوه. طول بقى ما انا بلف في الرغيف، ببدأ ادخل الجوانب لجوه علشان الجوانب دي ما تفتحش في التخمير، وكمان تفتح في التسوية، بيبقى شكل الرغيف مش حلو خالص. بصوا بقى بلم وبقفل ازاي. طبعا على قد ما تقدري ما تخليش العجين فيه دقيق خالص علشان ما يعملش عزل في التوريقة. ببدأ بقى اقفل بقى بالشكل الجميل ده، وببرم كده على قد طبعا حجم الرغيف، ودايما قفلة العجين بتكون لتحت، وبنرص على الصاج. نخلي مسافة حلوة كده بين كل رغيف والتاني، علشان لسه حجمه هيتضاعف في التخمير، وكمان حجمه هيزيد في التسوية. تمام. اعمل برضو كمان واحدة بنفس الطريقة، بفرد بالفرادة. وهنا لو ملاحظين ان انا بقلب العجينة على الوش التاني، لما بحس ان العجين عليه دقيق ببدأ اقلبها على الوش التاني، على الوش اللي هو ما فيهوش دقيق خالص. كمان الوش التاني بيكون ناعم. اقفل برضو، بلم كده الجوانب لجوه، وبنقفل بس، وبنرولها كده حاجات بسيطة، وبنرص القفلة بتكون لتحت. بخلص بقى كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، وبغطيها بكيس كده بلاستيك، وبركنها على جنب. تعالوا بقى لما نعمل العيش الكايزر، ببدأ اخد كده قطعة العجين، وبصوا بقى بنبدأ نلم كده العجين كله لجوه. بصوا كأنك بتعملي ايه، كأنك بتعملي فطير كده بالظبط. طريقة سهلة جدا. هجيب برضو واحدة كمان، أبدأ أفردها بالشكل ده. تمام. وهبدأ بقى أقفل كل العجين على جوه. بصوا بس كده نقفل كل العجينة كده على جوه، ونبدأ نحولها برضو لكورة كده، ونقفلها من تحت كويس علشان ما تفتحش. بس كده تمام. برضو جنبي صاج دهناه كده برضو بدهنة من الزيت، وهنبدأ نرص عليه ونسيب مسافة بين كل واحدة والتانية علشان التخمير. تمام. خلصت برضو كده كل كمية العيش الكايزر بنفس الطريقة، وهغطيها برضو بكيس، وهسيبها تتخمر كمان نص ساعة. يعني مدة التخمير التانية دي هتكون نص ساعة، من نص ساعة لساعة الا ربع بالكتير، لسه الجو حر. تمام كده. ده بقى شكل العيش القمر بعد ما اتخمر، اخد كمان ساعة الا ربع. يعني زي ما قلت لكم من نص ساعة ساعة الا ربع على حسب بقى. طبعا ما تسيبيش العيش يتخمر كتير علشان ريحة الخمير ما تظهرش ويرجع يهبط منك في الفرن. سائل التلميع بقى مش هنستخدم صفار بيض ولا حاجات من دي خالص. بخاخ حطيت فيها نص كوباية من المية، مقلبة فيها معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الزيت. بس كده ده بيكون سائل التلميع تحفة جدا، بيوحد اللون، بيخليش ريحة زفارة أبدا في العيش. بجد بصوا تحفة. هبدأ بقى أبخ كده بس في الأول قبل ما أدخل الفرن. طبعا درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، بياخد معايا 10 دقايق باستمرار. بتبدأي تقلبي بتضير الصاج، يعني كل دقيقتين 3 بتبدأي تضيري الصاج علشان اللون يتوحد. أول بقى ما بيخرج من النار من الفرن على طول، ببدأ برضو أديله برضو بخاخ من اللي أنا حاطة معاها سكر وزيت، وهبدأ أغطيه بفوطة في الأول، وبعد كده كيس بلاستيك وفوقيه كمان فوطة، وبسيبه مدة بس 3 دقايق مش أكتر. وهبدأ بقى أشيل من عليه الغطا وأنقله على حاجة تانية بالشكل ده علشان ما يعرقش تحته. بصوا بقى الجمال، مفيهوش ولا رغيف لازق. بصوا تحفة جدا. شايفين الطراوة قد ايه؟ بصوا التسوية كمان. ولا تقولوا لي بقى العيش اللي بنشتريه من الأفران، ولا تقولوا لي العيش اللي بنعمله في البيت مكلف.
انا عملته قدامكم اهو عيش اقتصادي بمعنى كلمة اقتصادي. ما استخدمناش بيض، ما استخدمناش حليب ولا زبادي ولا زبدة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. دقيق ومية وبس. جربوا بقى العيش الفينو بالطريقة دي وبالمقادير دي وقولوا لي ايه رأيكم. بجد مش هتبطلي تعمليه في البيت ابدا لو عملتيه مرة واحدة بس في الاسبوع، وبتبدأي بقى تعبيه في الاطباق دي وبتغلفيه بالاسترتش راب وبتدخليه على الفريزر. بتبدأي تخرجي الطبق من بالليل على رخامة المطبخ او على رف التلاجة، وتاني يوم بتبدأي تستخدميه بيبقى طري كأنه لسه معمول بالظبط. وده بقى القيصر القمر، بصوا جميل قد ايه. تعالوا بقى لما نفتح واحدة قيصر وكمان رغيف من الفينو واوريكم قد ايه هش وقطني جدا من جوه. بصوا الجمال، تحفة بجد. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. كل المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف، بقوا شوفوها. مستنية تعليق حلو زيكم تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو بتاعي النهاردة. ما تنسوش كمان تحطوا لي لايك وشير كتير للفيديو، كمان تشتركوا في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.